بسبب هاد الحاولي ديال العيد الكبير الاب بغى يصفيها لولده، حيتاش لقاه كيدير الحاولي شي حاجه خايبه، وداك الشيء علاش قرر يصفيها ليه. ولكن كيفاش شدوه البوليس وكيفاش عرفوه باللي راه هو، هادشي اللي غتشوفوا معنا في القصه وعلاش صفاها لولده. وهاد القصه هادي اخوتي غتخليكم ما عمركم باقيين تشريو الحاولية العيد وتدخلوه عليكم، غتخليكم تفكروا مزيان قبل ما تشريوه. وحنا مقبولين على العيد الكبير وكنهيئوا العيد الكبير، غتوقع هاد الحدث اللي غتسمعوا به دابا. وقبل ما نبدا القصه ديالي كنبغي نقول للناس الزوينين، ها واحد السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم باحسن الاحوال واحسن الايام يا ربي، وتكونوا في صحه طيبه ان شاء الله وباش ما تمنيتوا. وقبل ما نبدا القصه ديالي كنبغي نقول لكم شكرا لكم اللي كيتفاعلوا معايا، وحتى اللي ما كيتفاعلوش معايا شكرا لكم. وراه كنشوفكم واحد بواحد وكنقرا الكومونتيرات ديالكم وعارفاكم واحد بواحد. غير هي قبل ما نبدا القصه ديالي، راه التفاعل والو ما كاينش في القصه. واش حيتاش ما القصص ديالي ما كيعطيوكمش واحد العبره ما كيعجبوكمش، وما والله ما عرفت. المهم التفاعل ناقص ولي جيم ما كاينينش في الفيديو. ولكن دابا قبل ما نبدا غنتسناكم حتى ديروا جيم ونبدا في القصه ديالي. ندخلوا في سرد القصه ونبداو من عند خالد اللي كان كيسكن مدينه الدار البيضاء، وكان خدام مع واحد السيد عنده صناك، كان خدام معاه كيديروا السندويشات. ولكن خالد كانت عنده واحد الرغبه انه يدير المحل ديالو ويطور من راسه، وداك الشيء اللي دار المحل ديالو وبدا خدام، وبشويه بشويه حتى حيد داك الكريدي اللي كان عليه كامل وبدا كيكون راسو براسو. هنا الام ديالو ملي شافته معتمد على نفسه وواقف على راسو، قالت ليه علاش خالد ما تزوجش، ومنها مرة تراقبك ومها مرة تهلا فيك وتعتني بك، وتدخل تلقى ميك لا تدخل تلقى مياه سخونه. يعني هنا قررت انها طرح عليه فكره ديال الزواج باش يتزوج. وداك الشيء اللي دار خالد، قال لها انت الوالده شوفي لي شي بنت الناس وانا معاك. الوالده ديالو شافت لي بنت الناس جوجته، تزوج خالد، ما كان ناقصو حتى خير. ولد الولد الاول اللي هو سميتو الياس، وولد البنيته الثانيه اللي سميتها آية، وعايش الحياة ديالو عادي مع الزوجة ديالو. واحد النهار قرب العيد الكبير، وقرروا ان هذاك العيد الكبير خاصو يشري لوليداتو العيد، واخا الضغط ديال الكرا وديال المصروف ديال الدار والكرات الحانوت، خاصو يشري لولادو العيد. في الوقيته اللي الناس كتجري على الفاخر وكتشري في الحواله وكل واحد شنو كيشري، شي كيشري القطبان، شي كيشري السفافات، شي كيشري العطريه، العطار عامر حتى هو كيشوف داكشي. وكانوا في ديك المدينه اللي ساكنين فيها الصغيره كان واحد السوق داروا وحداهم نموذجي، داك السوق اللي دار صغير كيتباعوا فيه الحواله. قرر هنا انه يجي عند ولده اللي كيبلغ من العمر 14 عام ويقول لي يلا معايا للسوق نشوفوا شنو كاين ونضربوا دوره ونجيو. داكشي اللي دارو، هز ولده ومشى للسوق. هنا ملي كان خالد كيضرب دوره بان لي واحد الحولي على قد جيبو شراه، واخا انه ما كانش قاصد انه يشري، ولكن ملي بان لي واحد الحويلي على قد جيبو شراه وجابو للدار. شد لي طب داك الطيبورطي اللي كيوصل للدار، وصلوا ما لقاوش معاه مشكل حيتاش الدار كانت سفليه. دخلوا الحولي، ان فوا جات الزوجه ديالو شافت الحولي ما عجبهاش، غوتت عليه وقالت ليه هاد الحولي ماشي هو اللي بغيت، حولي صغير بزاف والجيران راه خداو فلان خدا كبر من هذا، اختي خدات كبر من هذا، وانا غتحشمني بهاد الحولي. وبدات كتغوت وما بغاتش هاد الحولي
وتناقشت هي وياه وهزت حويجها ومشات لدارهم. قال لها الاب ديالها مالكي قالت ليهم راه شرا ليا حولي صغير وتناقشت انا وياه صافي مابقيتش معيده معاه، انا غنعيد معاكم، خليه يعيد هو بوحدو على داك الحولي. هنا خالد هز وليداتو ومشى عند الزوجه ديالو يرغبها ويطلب الوالد ديالها باش ترجع لدارها، وقال لها شوفي هاد العيد لما عيدناش العام الجاي راه نعيدو كبر منه، دوزي ليا غير هاد العيد راه انا مزير وحيتاش عندي المصاريف وجا عليا العيد مزاحم، دوزي ليا غير هاد العيد والعام الجاي ان شاء الله نشري لك كبر منه. المهم هنا الاب ديال الزوجه ديالو غلب في بنته وردها معاه ورجعت لدارها، ولكن خالد ما كانش مرتاح داك الحولي حيت الزوجه ديالو تقلقت عليه ما ارتاحش ليه. واحد النهار هو يجي من الخدمه وقال لها شوفي هاد الحولي اللي نتيا ما عاجبكش ومدورين مبرزتك غنهزو وغنديه نبدلو. داكشي اللي دار هزو داه للسوق وباعو وشرا حولي اخر، وملي شرا حولي تاني شاف ليه واحد مول الموطور وجا عطاه معاه الحولي وصيفط معاه الدري وقال ليه سير للدار وصل هاد الحولي، انا غنبقى ناخذ اللي خاصني، غناخذ البصلان ناخذ الفاخر ناخذ داكشي اللي خاصنا عاد نخلط عليك. داكشي اللي دار الوليد الياس جا مع الحولي، ولكن الاب ملي سالا من السوق وجا لدارو باش يشوف الحولي فين وصل والولد ديالو، غير كيدخل قال الزوجه ديالو عجبك الحولي؟ قالت لي اين حولي؟ ما شفت حولي، فين هو ولدي؟ قال لها علاش الحولي ما وصلش؟ قالت لي انا، قال لها انا راه صيفطت معاه الحولي، راه شريت حولي اخر وصيفط الياس والحولي واش ما وصلوش للدار؟ قالت ليه لا ما وصل حتى شي واحد. قال لها غيكون غير الموطور خسر بيهم ولا شي حاجه في الطريق، غنمشي نشوف نرجع للسوق نشوف شنو كاين. هنا الاب ملي رجع في طريقه للسوق حتى كيلقى الناس مجموعين والهيلاله والغوت اشنو كاين، قال لي محيدو خنشوف، قال لي واحد الوليد راه مقتول. هنا حدهم حلوا لي الباب باش يشوف اشنو كاين حتى كيتفاجئ وكيلقى الولد ديالو شد من راسو وبدا كيغوت وقال لهم راه ولدي هذا. ولكن شكون اللي دار فيه هادشي؟ اللي جاو البوليس وجاو التشريح الطبي، شكون اللي دار فيه هادشي؟ سولوا الاب قالوا لي فين كان مع الولد؟ قال لهم ولدي انايا كان معايا في السوق ملي شريت الحولي وشديت ليه موطور وقلت ليه انت سير مع الحولي انت للدار، انا خليني نتقدى على خاطري حيت حنا السوق ما بعيدش بزاف على الدار والماطريه هنايا راه معروفين، داكشي علاش صيفطتو مع مول الموطور وانا رجعت للسوق. هنا البوليس كتجي عينهم على واحد الحاجه، ان الدري فين طايح كاينه واحد الباكيه الكارو والصرف. هنا البوليس لقاوها ساهله انهم خاصهم يقرلبوا على داك المول الموطور. قال لي واش باقي عاقل عليه وعاقل على وجهه؟ قال لهم وصفوا ليهم عرفوه من خلال الوصف جبدوه ومشاو عنده حتى للدار، لقاو هاد مول الموطور كيسكن في ليساسفا ديال نواحي الدار البيضاء، مشاو دقوا عليه حتى دخلوا عنده للدار، لقاو الحولي ديال خالد كاين في الدار بصح. قال لي انت اللي سرقتي الحولي؟ قال لهم انا اللي سرقته، ما عنديش باش نعيد، ولقيت الوليد غادي معايا وعطيته 400 ريال وقلت لي سير جيب لي الكارو وانا جيت بالحولي. ولكن هنا البوليس عرفوا باللي ان حتى داك مول الموطور ماشي هو اللي قاتل، حيتاش ملي عطاه 400 باش يجيب ليه الكارو وصيفطو كيفاش غيدير ليه في الرجوع ديالو غيقتلو عاد يصيفطو؟ لا ما يمكنش، هو جاب الدري الكارو. داكشي علاش استبدعوه على انه يكون هو، داكشي علاش قرروا انه ماشي هو اللي قاتل، خاصو يشوفوا شكون تاني. هنا بعد ما داز 15 يوم ديال التحقيق وجا العيد الكبير والناس عيدات وشوات،
إلا خالد والزوجة ديالو ما معيدينش، حيتاش الولد ديالهم توفى وكانوا في واحد الحالة ماشي تلهيه، ما عيطوا ما والو، لا الزوجة لا الزوج، النهار كله وهما كيبكيو على ولدهم، حتى العائلات عيطوا عليهم وجاو عندهم باش يعيدوا معاهم، ولكن ما داش ليهم داك العيد، الولد ديالهم ما كاينش معاهم، ما داش ليهم داك العيد وما بغاش يكمل داك النهار ديال العيد. من بعد ما دازت واحد المدة ولا قصيرة ماشي بزاف، واحد اليومين، وهي هنا فين الأب الأب إلياس اللي كان سكران بزاف ومشى في الليل الكوميسارية وقال ليهم بغيت نشوف الضابط فلان اللي قابض القضية ديال ولدي. قالوا لي ما كاينش دابا، قال لي معيطوا عليا عليه دابا بغيتو عندي ليه شي حاجة. هنا الضابط جا وقال لي اشنو، قول لي شنو كاين، شنو بغيتيني جايبني في هذا الليل؟ قال لي بغيتي تعرف الحقيقة شكون اللي قتل إلياس ولدي؟ قال لي شكون؟ قال لي أنا اللي صفيتها ليه، أنا اللي قتلته، حيتاش أنا ملي الزوجة ديالي ما قبلتش الحولي ديال العيد الكبير الأول، مشيت أنا وياه نبدل الحولي ونشري حولي آخر، ولكن ملي شريت الحولي عطيته ليه باش يديه مع مول الموطور للدار، ولكن هنا مول الموطور سخرو يجيب الكارو. أنا ديك الوقيتة ملي خرجت من السوق تقديت وخرج لقيت ولدي شاد الكارو وجالس فوق واحد الحجرة. قلت لي فين هو الحولي؟ قال لي الحولي راه مول الموطور، راه قال لي سير جيب لي الكارو وجي، ولكن بابا ملي جيت راه ما لقيتوش، عاد فين مشى؟ رانا كنتسنى فيه، جالس كنتسنى فيه. هنا الأب عرف باللي ولده داروها بيه وداليه مول الموطور الحولي سرقوا ليه، والأب هنا ما شعرش، هز يدو وعطى لولدو بتصرفيقة، ولكن ملي ضرب ولدو بديك التصرفيقة على حر جهدو كانت واحد الحجرة طاح عليها. هنا كانت ديك الدقة مميتة. قال لهم وديك الساعة أنا نط ملي ما شافني حد، نط وخليت الولد تما ومشيت للدار، درت راسي بحالة أنا يلا جاي نقلب على ولدي والحولي. ملي جيت عند الزوجة ديالي وقالت لي الحولي راه ما كاينش وداكشي، رجعت للسوق ولقيت الناس مجموعين على ولدي، وتما فين قلت لهم راه ولدي هذا، هذه هي الحقيقة. هنا الكوميسير قال لي راك سكران، ديوه حتى يصحى مع الصباح وردوه ليا نشوف. داكشي اللي دار، داوه حتى صحى مع الصباح وجابوه. قال ليه البارح راه قلتي لي وقلتي لي وقلتي لي، قال لي نفس الهضره اللي قلت لك البارح هي اللي كاينه اليوم، وانا ساحي، انا اللي صفيتها لولدي وما بقيتش قادر نصبر، وبسبب هاد الشيء انا سكران وليت غير كنشرب باش كنسى الولد ديالي، وداك الشيء علاش انا قررت نجي نعترف باللي انا اللي صفيتها لولدي باش ناخذ الجزاء ديالي. هنا البوليس بعد التشريح الطبي اللي خرج وكيأكد باللي ان الدري كانت تصرفيقه نيت على الوجه، وكان ديال الضربه ديال الحجره غير جات خفيفه، حتى التصرفيقه ماشي تصرفيقه دايره المميته، لا كانت غير تصرفيقه خفيفه، ولكن جات السبب على ديك الحجره انه يموت. داكشي علاش حكموا عليه ب 13 عام، خفيفه ولكن حيتاش ان كانت غير ضربه خطأ ماشي قصد قتل. وهنا كنبغي نقول لكم باللي هاد القصة تعمدت نقولها العبرة في جميع المواقف، في جميع الحوايج بغيت نديرها لكم عبرة، حيت كاينين شي حوايج كيدوزو في الحياة وحنا ما كناخدوش بيهم.
ما كنديروش الاعتبار ليهم. داك الشي علاش قررت نعاودها ليكم باش تكون عبرة ليكم وعبرة للناس بزاف اللي على أقل أبسط الأمور تقدر تولي واحد الخطأ كبير اللي كديروه في حياتكم وفي حياتنا اللي كنديروه على سبب الترفيقة وعلى سبب حولي خاف مراتو تغوت عليه على داك الحولي قتل ولده. وهنا أنا كنرد اللومة كاملة، ما كنردهاش للأب، ما كنردها لحتى شي حد، كنردها لديك المرا اللي ما قنعاتش بداك الحولي المرة الأولى، ما خداتش داك الخريف اللي جاب ليها، ما قنعاتش بيه، كون قنعات بيه كان ربي غيخلي ليها ولدها، ولكن حيتاش ما قنعاتش بيه ربي خدا ليها أعز ما عندها في حياتها وهي الكبدة ديالها، هي الابن ديالها. نقنعوا بداك الشيء اللي كيعطينا سيدي ربي ونحمدوا عليه الله، وبأي حاجة جابوها لينا نقولوا الحمد لله والشكر لله. أنا ما عمرني مشيت للرحبة وما عمرني عزلت الحولي وما عمرني فكرت أنني ناخد حولي كبير، بالعكس أنا اللي كنجمع الفلوس لحولي وأنا اللي كنكونهم وأنا اللي كنخبيهم وأنا اللي كنعطيهم للزوج ديالي في العيد الكبير وكنقول ليه سير شري لينا حولي على قد هاد الفلوس وعلى قد هاد الشيء، حيتاش كابرين في الخير والحمد لله. اللي كابر في الخير وولد الخير ما عمرو كيتفلق فين يتعلق، بالعكس كيمشي على بساطة الأمور. وهاد الكلمة هي اللي بغيت نوصل لكم ونوصل للعيالات كاملين والرجال كاملين، قنعوا بداك الشيء اللي عطاكم الله، حيت القناعة شي حاجة زوينة عند الله وشي حاجة محبة. علاش؟ حيت ربي إلا ما قنعتيش بواحد الحاجة كيقدر يحيدها لك ويعطيك أسوأ منها. داك الشيء علاش كنقول لكم الحمد لله والشكر لله. ولو وصلتوا معايا حتى لهنا ما تنسونيش بلي جيم ديالكم الكومونتيرات ديالكم. واليوم انا راه كنهضر معاكم وعيانه شويه وقلبي راه كيضرب يضرب 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 يضرب، ومع ذلك جيت ما بغيتش نغيب على اليوتيوب وما بغيتش نغيب على القصص ديالي الزوينين اللي كندير معاكم اليوم الاستفاده اكثر منهم الفرجه. وشكرا لكم ومع السلامه.